مشروع مسار هو مشروع فني بحثي بيدرس من ناحية علاقة الإنسان بالمدينة، ومن ناحية ثانية بيدرس ما تبقى أو بيبحث فيما تبقى من الأثر الإنساني في المعالم القديمة داخل حدود البلدة القديمة في غزة. عدد كبير من هاي المعالم هو الآن عبارة عن مناطق هامشية على جانب المدينة، ما إلها استخدام معين أو تكاد تخلو من الوجود الإنساني فيها. على المستوى الأول توعية الناس بقيمة هاي المباني كشاهد تاريخي وأثري، كشاهد أيضا على وجود الإنسان بهاي المدينة. على المستوى الثاني بيوجه أنظارنا أكثر كمعماريين أو كفنانين أو كمختصين كبناء لهي المدينة، إنه شو شكل المدينة اللي حنوصلها. فهذا كمان من ناحية ثانية بوجه أنظارنا كمصممين للنظر في الماضي، النظر في أصالة الماضي واستلهام هاي المعاني الأصيلة وإعادة صياغتها في قالب جديد نبني عليه المدينة مستقبلا. مشروع مسار أو ممارستي الفنية بهذا المشروع كانت بتجمع ما بين تجربة ذاتية، كوني عشت بواحدة من هاي المباني التقليدية القديمة، بالإضافة إلى خلفيتي الأكاديمية في دراسة الهندسة المعمارية، وبالأخص اهتمامي الأكبر بمنحى العمارة الإنسانية. هذا كان تقريبا الجانب أو الدافع في هذا الموضوع. المشروع هذا كان نتاج منحة إنتاجية اشتغلت عليها خلال الأشهر الماضية. تم عرض 4 من هذه الأعمال في معرض جماعي نقطة تجمع في محترف شبابيك، وإن شاء الله في فترة قريبة جدا حيتم عرض بقية الأعمال في معرض فردي. إلى جانب المعرض بفكر حاليا بشو الطريقة اللي ممكن أقدم فيها هاي اللوحات للجمهور، إما على شكل كتيب. الكتيب هذا إلى جانب اللوحات بيحتوي على معلومات ممكن تشرح هاي الأماكن، تحكي أكثر عن قيمتها، وتوجيهها للجمهور العام وكمان للجمهور المختص بهذا النطاق. العمارة القديمة كانت نتاج تفاعل جدا عفوي ما بين الإنسان وما بين المدينة، على العكس من الآن بنشوف المدينة هي عبارة عن قوالب، والإنسان يعني أكبر حرية متاحة له هو إنه يختار شو هو القالب اللي حيعيش فيه.